واش عمرك تسائلتي كيفاش مول الفران ديال زمان ما كيخلطش الخبز ديال الناس كاملين؟ زمان في الحومة كلشي كان بسيط، ولكن فيه معنى كبير، والناس كانوا بحال عائلة وحدة. ومن بين هاد الناس كان واحد الراجل واقف قدام نار سخونة، ولكن قلبه كان أحن من الخبز اللي كيطيب. مول الفران إنسان مكافح خدام بالنية، ولكن السؤال اللي كان كيحير الجميع هو كيفاش كان كيعرف كل وصلة وكل خبزة ديال من. السر ماشي ساهل، ربما كان كيعرف الوصالي من الشكل ديالهم، كل وحدة مختلفة، وكان كيحفظ حتى العلامات الصغيرة في الخبز. وزيد عليها أنه كان عنده ذاكرة قوية وتجربة سنين، وحتى من ناحية الترتيب كان كيحط الخبز بواحد النظام ويخرجوا بنفس الترتيب. وهذا الشيء نابع من الذكاء زائد الخبرة زائد حب للخدمة. مول الفران ما كانش غير كيطيب الخبز، كان كيجمع الناس، ضحك، كلام، نكات، حتى الغنى بعض المرات. والناس كانت كتثيق فيه بحال فرد من العائلة. اليوم تبدلات بزاف ديال الحوايج، ولكن ذكريات مول الفران باقية سخونة بحال الخبز ديالو. واش كتفكر مول الفران ديال حومتكم؟ احكي لينا عليها في التعليقات.